تصوروا معايا اب غادي يقتل ولده الكبير، والسبب هما البنات ديالو. ودائما هاد القناة هذه هي قناة للتوعية وللعبرة. الله يجعلها في الميزان الحسنات ديالي وديالكم المقبول. واحد الأسرة كتكون من أب وأم وخمسة ديال البنات وولد، والولد هو الكبير، هو البكر. وهذا الولد هذا كان فيه واحد النوع ديال العقوق، كان صعيب مع با وامه، وصعيب حتى مع خوتو. ناض هاد الدري هذا تزوج، ومني تزوج زاد في العقوق ديالو، ولا كيروم للمراه ديالو اكثر من والديه وخوتو. وباه مني زوجو سكنوا الفوق، عندهم الدار فيها السفلي والفوقي، سكن ولدو الفوق. والولد مني سكن الفوق زاد قطع الصله ديالو مع هاد الاسره ديالو، مع الاب والام ديالو وخوتو. ما بقاش كيديها لا في امو لا في باه لا في خوتو، ولا رايم غير المراه ديالو، الى درجه انهم بقاو تعرفوا عليه حتى شي حاجه، داخل خارج، ناشط هو مرتو، هو واكل شارب هو مرتو، ما دايهاش في الاسره ديالو غير في المراه ديالو فقط. ما كيشارك والديه في الحياه ديالو وفي الخصوصيات ديالو، ما كيعاود لهم في الحياه الزوجيه ديالو شي حاجه. دري صافي كانه ما عنده لا اب لا ام لا خوت لا حتى شي حاجه، صافي راه من المراه ديالو، وبقى كيعيش حياته الخاصه مع المراه ديالو. هاد الدري هذا فين ما كان تينوض شي مشكل بسيط بين خوتو البنات والمراه ديالو، تينوض تيشد خوتو البنات تيبقى يتكرفس عليهم، وتيتكرفس عليهم ماشي حتى بالهضره، زياده على الاهانات والهضره الخايبه من الصمته لتحت، تيبقى يضربهم واحد الضرب اللي مبرح. وهذا الموضوع هذا زاد على الحد ديالو. راكم عارفين من كتكون العروسه في الدار كتكون شي شويه المشاكل مع الاهل ديال الزوج. فدائما هذا الزوج هذا تيقول لك انا المراه ديالي هي اللي عندها الحق، امي وبا خوتي ما عندهمش الحق. ديما داير الحق عند المراه ديالو. فين ما كينوض شي مشكل واخا يكون غير بسيط، تيهبط لعند خوتو البنات وتيبقى عليهم بالضرب وهما تيبكيو. وهذا الشيء زاد على الحد ديالو، ولا تيسبب واحد المشكل عند الاب ديالو. وتيجي عنده الاب ديالو تيقول له شوف ولدي، انا عطيتك تسكن الفوق وانت كتبغي مرتك ومرتك كتبغيك، ودائما كتاخذ الحق لمرتك. فولدي عطينا شي شويه الثقار، ما تبقاش تضرب بنات خوتك غير بنات ما تضربهمش. انا باهم ما عمرني ضربتهم وانت كتجي كتضربهم، انا باهم ما عمرني ضربتهم وما كنضربهمش وانت كتجي كتكرفس عليهم. فهاد الولد هذا ما سمعش هاد الهضره هادي، ما كيسمعهاش. دائما غير كتنوض شي مشكله بسيطه غير بسيطه تيجي لعند خوتو البنات وتيبدا يضرب فيهم بالعصا بشي طريقه اللي خايبه بزاف. واحد النهار الاب ما غاديش يكون في الدار، وهذا الابن هذا تبان ليه يهبط يفطر مع امه، يهبط مع مرتو، يجلس يبقى يفطر مع الام ديالو في الصباح. وعتنوض وحده من خوتو تجي تجلس تفطر معاهم، وغادي تنوض واحد المناوشه بينها وبين مرت الاخ. وهذيك مرت الاخ غتكون صعيبه شويه، ما ترددش، غادا تضرب اختو عترد عليها، عينوضو عيتشادو. وفي ديك الساعه بلا ما يتردد هاد الاخ الكبير هذا، بلا ما يتردد بلا ما يفكر ما والو، شد اختو وبقى تيضرب فيها بواحد الطريقه عشوائيه. يعني اذا كتضرب بحال اللي كدابز مع شي واحد في الزنقه، بحال اللي كتضرب شي راجل، كيضرب فيها بالركل وبالبونيه، تيضرب الى درجه انه طيح ليها جوج ديال السنان، هرس ليها جوج ديال السنان. ومشات البنت مسكينه بقات كتيسل ليها الدم وبقات كتبكي وسخفات، وعيات ما تفك الام والو. واحد شويه هو يدخل الاب، دخل الاب شاف البنت ديالو عامره بالدم في الفم ديالها وكيسير ليها على صدرها، ودخل قال ليها شنو واقع. وبقات الزوجه مرتو اللي هي الام ديالهم بقات كتعاود ليه، قالت ليه راه شنو صار، عييت ما نتدخل، راه انا تيضرب فيها بواحد الطريقه اللي هستيريه، تهرس ليها جوج سنان. هذاك الاب مسكين شاف داك المنظر بقى فيه الحال، بقى كيبكي. هو يدور عند ولده قال لي قلت لك ما تبقاش تضرب خوتك غير بنات، قلت لك تبعد من خوتك. هو يدور للقبله وهز يديه وقال يا ربي
انا بغيت ما تجي المغرب ديال اليوم حتى يكون هذا الولد في القبر ديالو. فاتوا لحظات وطلع الابن هو والزوجه ديالو، طلع الفوق للدار ديالو الفوق. فاتت ساعتين وكيسمعوا الغوات ديال الزوجه ديال الابن، زيدوا 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 زيدوا. طلع كل شيء كيجري. اش واقع اش واقع؟ لقاو الدري فوق الناموسيه ديالو لا يحرك ساكنا وروحه فاضت الى الله سبحانه وتعالى، مات. مني داو الدري هذا داروا الجنازه وكل شيء وداوه دفنوه. مني جاو الناس كالعاده كيبغيو يعزيو الاب تيهرب وداير يديه وراه وتيغوت وتيبكي وتيقول لهم بعدوا مني انا اللي قتلت ولدي، انا اللي قتلت ولدي، وبقى فيه الحال. وهذاك الاب هذاك مني دعا في هذا الابن كان الباب ديال السماء مفتوح، والله سبحانه وتعالى استجب للدعاء ديالو وقبض الروح ديال هذا الابن هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام تيقول 3 لا ترد دعواتهم، منهم دعوات الوالدين. والدعوات ديال الوالدين ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الميساج اللي بغينا ندوزو من هذه القصة هذه هو أن الوالدين يحاولوا ما أمكن ما يدعيوش على أولادهم، دائما يدعوا لهم بالهداية مهما كان الأمر، يدعوا بالهداية، لأن الدعاوي ديال أو الدعوات ديال الوالدين ليس بينها وبين الله حجاب. والميساج الثاني واللي هو أهم هو أن الولاد يحاولوا ما أمكن ما يعصبوش الوالدين ديالهم وما يخليوهمش يدعيو فيهم، لأن الدعوة ديال الوالد أو الوالدة مستجابة. والرسول تيقول لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم لعلها تصادف ساعة استجابة. دائما أحبكم في الله، كنتمنى تاخذوا عبرة من هذه القصة الحقيقية وتهلاو في الوالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإخوان ديال هذا السيد كيفاش طاح في هذه الكارثة حتى قتل الابن ديالو بسبب البنات ديالو والخوت. المهم الإخوان، كنتمنى يكون هذا المحتوى اللي كنقدم في هذه القناة كاين الإعجاب ديالكم، وإلا كان الإخوان هذا المحتوى كاين الإعجاب ديالكم واحد شوية ما تنساوش ديروا أبوني، لايك، تعليق، وتعاونوا معنا الإخوان. بغينا نوصلوا 10,000 كالإخوان في هذه القناة أقرب وقت إن شاء الله.